كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه رأيكم بقى يا جماعة نعمل الوصفة اللي كل اللي جربها يعني شكرني عليها، وكله بصراحة مرضية لكل الأطراف. أنا عن نفسي لما بعملها في البيت، البيت كله بيكون راضي عني. هي ولا كبسة ولا رز مبهر، هي حاجة كده بين الاتنين. وصفة رائعة جدا وهتجربوها وهتشوفوها، وبجد يا رب تعجبكم. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. أول حاجة في نفس الحلة اللي هنسوي فيها هنحط علبة من الزبادي، زبادي بلدي او زبادي من بتاع الشركات، مش مشكلة. في الاول هنضربها كده بشوكة او بمضرب كده، بحيث ان احنا يعني ايه نفكها كده ونخليها زي الكريمة كده. هبتدي بقى اجيب جزرايه كده، ايه بنت ناس كده يعني حلوة كده مقلوظة كده، وهبشرها كله في الحلة اللي هنسوي فيها، علشان ما نوسخش مواعين كتير وتبقى متعبة. لا هي مش هنخليها تاخد مواعين كتير ولا حاجة. ومعايا كمان بصلة مقلوظة كده برضو، ايه هبشرها. تقدري تضربوهم في الكبة بس ضرب ناعم، يعني مش ناعم، يكون خشن شوية. ومعايا طماطمتين، بس الطماطمتين دول صغيرين، يعني لو طماطمية كبيرة ماشي، انما دول صغيرين. ممكن تجيبي طماطمية برضو ايه كبيرة كده او وسط، بس انا علشان الطماطم عندي صغيرة فعملت اتنين. برضو بشرتهم بالشكل ده كده. الطريقة سهلة وبسيطة ومش يعني بجد يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ولو لسه ما عملتوش لايك حطوا لايك للوصفة، عشان الوصفة بجد تستاهل اللايك. وهجيب كمان قرن فلفل كوب كده، ايه هبتدي هقطعه ناعم صغير كده زي ما انتوا شايفين كده. وصفة بجد، الوصفة دي خاصة بجد خاصة بيا، يعني كل اللي جربها قال لي طلعت تحفة. وكمان نص قرن فلفل كده حراق، تقدري تستغني عنه لو مش بتحبي الحاجة الحراقة، تقدري تستغني عنه، بس هو بيدي لسعة خفيفة كده للوصفة. وكمان معايا 3 فصوص توم متوسطين كده، او تقدري تحطي معلقة صغيرة من التوم اللي لو عندك مفروم في التلاجة. هنبتدي بقى دلوقتي ان احنا ايه نعصر عليها ليمونة كده كبيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ومعايا كمان معلقتين كده من الخل. هنبتدي بقى نبهر، هحط معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة من مرقة الدجاج الفورية، ومعلقة من الزعتر، ومعلقة من الكاري. اهم حاجة وربع معلقة كده صغيرة من الحبهان البودر والورق اللوري المطحون. اهم حاجة الفلفل الاسود. والبهارات اللي انت عايزاها بقى بعد كده تحطي، يعني اللي متوفر عندك حطيه، والبهارات اللي بتحبيها حطيها. هنا انا كنت حطيت برضو معلقة من الكاري من البابريكا، ومعلقتين كده من الملح، معلقتين صغيرين من الملح. يعني انت بتحطي فلفل اسود، وتحطي مثلا حبهان بودر وورق لوري بودر. وبعد كده تحطي كل اي بهارات عندك. ممكن لو ما عندكيش بهارات فراخ فوريه تقدري تحطي مرقه دجاج، يعني واحده كده مكعب من مرقه الدجاج. هنا بقى انا معايا كده اوراق منضفاها طبعا كويس وغسلها بالليمون والطحينه. اهم حاجه الطحينه هي اللي بتشيلك اي زفاره. وهبتدي هتبلها كده. تقدري تعمليها طبعا بفرخه، يعني صدور ووراك، بس انا كان عندي وراك فهعملها بالوراك. وسهله وسريعه، وهتتبليها وتقدري تعمليها من بالليل لو انت مش مستعجله. هنا انا هتبلها وهسيبها لمده ساعتين. اهم حاجه ما تسيبهاش اقل من ساعتين عشان تشرب من التتبيله كويس. وهتبلها في نفس الحله اللي انا هسوي فيها، علشان ما يعني ايه ما هي كده كده هتستوي بالصوص بتاعها ده، بالتتبيله بتاعتها دي كلها، فهتبلها في نفس الحله. بس هسيبها ساعتين. طبعا لو هتتبلها من بالليل تبقى عظمه، يعني لو من بالليل كده او كل ما تقعد اكتر من ساعتين طبعا هتكون احسن واحسن. زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى هنا هغطيها واسيبها زي ما قلت لكم ساعتين.
وبعد الساعتين هولع النار على نار تكون متوسطة، وهزودها هزودها كوباية مية، هي كوباية مية واحدة، لان التتبيلة والجزر والطماطم والبصل هينزل اصلا صوص لوحده، بس انا بحط كوباية واحدة عشان تستوي فيها، لان هنشوف هنعمل ايه بعد كده. زي ما انتوا شايفين كده سبتها نص ساعة على نار متوسطة لحد ما استوت، وطبعا السوا ده على حسب حجم القطعة بتاعة الفراخ. طبعا لو القطعة اكبر من كده هتاخد معاكي وقت اكتر من كده، انا هنا سبتها نص ساعة لان حجم الاوراق عندي كانت متوسطة، مش كبيرة ولا صغيرة. طبعا هنا الصوص ده زي ما انتوا شايفين كده هركنه على جنب، وهجيب معايا صينية هحط فيها 4 5 معالق كده من الزيت، وهكون في الوقت ده كنت غاسله نص كيلو من الرز المصري. تقدري تستخدمي بسمتي، بس طبعا البسمتي دلوقتي بقى لا، خلينا في المصري، وهنعمله احسن من البسمتي. طبعا كلنا بنخاف نحط بنخاف ان نحط الرز المصري في الصوصات اللي زي دي بحيث ان هي يعجن مننا، فانا هقولك بقى على الطريقه اللي ما يخلوش يعجن. هتبتدي تنك تقلبي في الزيت كده لحد ما يبقى يخروش كده منك، او يدخل في الصفار شويه زي ما انتم شايفين كده. هو في الاول هتلاقيه لزق في بعضه كده اول ما تنزليه في الزيت، بس بعد كده هتلاقيه بقى ايه يفك منك كده مع التقليب. هرجع الصوص ده تاني كده على النار تاني زي ما انتم شايفين كده، وهغطي عليه، وهبقى حاطه ميه برضو في الكتل في نفس الوقت، ميه برضو تغلي في الكتل، عشان لو احتجت ميه. انا مش هزود ميه دلوقتي غير لما ازود الرز واشوف هيحتاج مني ولا لا. عشان كده ما بنكترش الميه في الاول عشان ما تبقاش كتيره. هنا انا لقيته محتاج مني فهزوده عادي، الرز عادي اللي هو لحد فوق الرز كده بعقله صباع، بحوالي عقله صباع كده. وهنا انا زودت نص معلقه بس من الملح، طبعا هو الصوص كان فيه ملح من اللي هي التتبيله بتاعه الفراخ، فما تزوديش ملح. وكمان مرقه الدجاج الفوريه كان فيها ملح، فانت حاولي ما تزوديش الملح على قد ما تقدري. هنا بقى هسيب الرز يستوي بعد ما يغلي غلوتين كده والميه توصل لمستوى الرز وتنقص. هبتدي ههدي عليه كأني بعمل الرز العادي خالص، اللي هو الرز بشعرية او الرز الابيض العادي. هنا بقى هرجع الفراخ في نفس الصينية عشان ما نوسخش مواعين كتير بقولك. هنرجع الفراخ في نفس الصينية اللي حمرنا فيها الرز، لانها طبعا انا ما غسلتهاش ولا حاجه، لان هي مكانها سمنه اصلا، يعني مكانها الزيت وتحمير الرز. فهنا حطيت معلقه من العسل الاسود. الخلطه دي بقى جباره جباره جباره. بتحطي معلقه عسل اسود على معلقه من الصلصه، ومعلقتين ميه مغليين كده افك الصلصه بس، وعصره ليمون كده صغيره، يعني ما تعصريش نص الليمونه على اخرها، لا عصره ليمونه صغيره كده، ورشه من الفلفل الاسود وبس. ما تحطيش ملح، ومعلقتين زيت. ما تحطيش ملح لان هي الصلصه بتبقى فيها مزازه شويه، وكمان الليمون، فالملح لو حطيتي ملح هتحدقي مني. فهو عصره الليمون مع العسل الاسود والصلصه بيعادلوا بعض، فمش ما تحطيش ملح. وكده هدهن الفراخ معايا كده بالشكل ده كده. بجد الوصفة دي محدش جربها الا ما شكرني عليها، والله يا جماعة يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم. بجد كل اللي جربها قالك بناكل الرز ونسيب الفراخ من طعامة الرز، ولا بتبقي محتاجة رز بسمتي ولا اي حاجة، لان طريقة التحمير بتاعة الرز بتخليه لما بتيجي تحطيه بيستوى زي البسمتي بالظبط. هنا زي ما انتوا شايفين هنا الرز بعد ما استوى، هبتدي هغرفه بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله مفلفل وجميل ازاي. والله التصوير كمان ظالم اللون بتاعه الحقيقي واللمعة بتاعته اللي فيه. ما شاء الله. مين بقى لسه ما حطش اللايك؟ اللي لسه ما حطش اللايك يا ريت يحط اللايك، علشان اللايك اللي عايز يخدمني يحط لايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. شايفين ما شاء الله جميل ازاي. هنا بقى الفراخ كانت طلعت، انا كنت حطيتها مجرد 10 دقايق تحت الشواية كانت زي الفل. شايفين اللون بتاعها والخلطة اللي احنا دهنا بيها الفراخ دي بتديلها طعم رهيب 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 بصراحة. شايفين ما شاء الله هي بتتكلم عن نفسها، يعني هي مش محتاجة كلام بصراحة. ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم
بامانه في التعليقات، لانها بجد طعمها حلو قوي وغير الكبسه خالص. يعني اللي يشوفها يقول دي زي الكبسه، لا هي غير الكبسه خالص، ومكوناتها غير الكبسه زي ما انتوا شايفين كده. والشكل لوحده كفايه، يعني انت مش عايزه جنبها اي حاجه. تعملي بقى شويه سلطه، ممكن تحمري بطاطس، مخلل، يعني تاكلوها بقى بالطريقه اللي تعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده، ده الشكل النهائي. وشايفين الفراخ مستوية جدا 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 وطعمها روعة. وزي ما قلت لك، لو عايزاها كمان تحلو اكتر واكتر، يا ريت تسيبها في التتبيلة كمان مدة اطول، هيخليها احلى واحلى معاكي. ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسفرة وسام، واشوفكم في فيديو جديد. ويا رب تكون فيديوهاتي خفيفة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.